يقول أحب السماء والنجم والبحر والغبة، وأحب الورود الزرق في عالي المرقة، وأحب الهلال وخوفتي كثر ما أحبه، أشوف الحياة بنظري كلها زرقاء. الله الله صح لسانك. صح. طيب ما يعني ما فكرت تكتب مثلا في نادي آخر؟ يعني في سؤال برضو جاء إنه ليش ما تكتب بالنصر؟ يعني نقول النصر مثلا هو الغريم التقليدي للهلال. صحيح. إيه؟ لكن صحيح. مثلا أنت كشاعر عندك يا أخي شريحة كبيرة من جماهير النصر تحب سعيد بن مانع. يعني مثل اللي طلب هذا السؤال هو يعني أكيد إنه يحب سعيد، يتمنى يسمع بيتين في نادي المفضل من شاعره المفضل مثلا. صحيح. والله شوف أنا ما يعني هذا يظل ميول يعني. فتبغاني أكذب عليك وأقول بكتب بقدر، لكن أنا ما أحب أكذب على نفسي. بتقدر تكذب ولا بتقدر تكتب بس ما تكتب؟ أقدر أكتب في النصر، بس أنا لما أكتب في النصر يعني قاعد أصارع ذاتي. فأنا ما أحب أصارع ذاتي وأكذب على نفسي. ليش أكتب؟ مش كرها، مش كرها، ولكن هذا منافس. خالد ما رح يفهم قصدك، لأنه خالد بياخذ المواضيع من برا، أنت عم تحكي من الإحساس. أي والله فعلا. أنا أتكلم عن يعني مصارعة الذات شعورة يعني أو إحساس. أيوة. يعني ما أقدر إني أقاوم الشيء اللي في داخلي هذه، وليس كرها يعني. أنا أعيد وأكرر يعني. أنت شاعر عام. أنت شاعر عام للجميع يعني. نعم أكيد اللي شاعر عام للجميع، وأنا يعني مش محسوب على الوسط الرياضي. عرفت يعني محسوب أنت يطلق عليك. شوف حتى يا خالد، لا يا خالد أي فنان وأي إعلامي وأي شاعر وأي كل واحد عنده حرية اختيار الأشياء الرياضية، حرية اختيار هذه من باب حرية الاختيار يعني. ما تحاول أنت بأسلوبك. صحيح. أنا استقعدت. لا ما استقعد، أنا بقدر أرد عليك يعني. لا بس إنه هو يقول أنا مش محسوب على الوسط الرياضي. فهو يعني. بالضبط هو شاعر للجميع، ولكن عنده ميول خاصة عم بيعبر عنها بالشعر، بس الموضوع هالقد حجمه يعني. كلام سليم. أعطتنا الزبدة بنات. لا فعلا أعطتك الزبدة. جميل. أنا في صف منها اليوم. الله. يوم انتهى البرنامج.